نتكلم طب شوية. لا ينصح بماتشات الزمالك حاليا وفي المستقبل القريب لذوي القلوب الضعيفة. الزمالك بيفوز على الداخلية 16 4-3 في فيلم رعب من الدرجة الأولى الفاخرة. الزمالك بيبدأ 4-2-3-1 بتشكيل معظمه الناس طلبت بيه، والباقي صعب يلعبوا أساسيين في المستقبل، وهسيب أسمائهم لخيالكم كفزورة من فوازير رمضان. الزمالك بيبدأ بالشناوي، قصاده 2 في القلب علي جبر، ولأول مرة الوجه الجديد محمد مجدي، على يمينهم حسني فتحي، وفي الشمال محمد ناصف. 2 ديفندرات دونجا ومعروف يوسف. رباعي هجومي من مستر اسيست على اليمين، محمد ابراهيم في القلب، ستانلي كالعادة بروحين وينج شمال، واحيانا راس حربة تاني مع حسام باولو. الجديد النهارده ان لاول مرة بيبقى فيه مساك اشول في الزمالك، فمحمد مجدي اخد واجبات انه يفتح على الشمال في حالة الهجوم عشان يدي حرية لناصف يزيد، وستانلي يضم راس حربة تاني، ومجدي ادى دوره هجوميا ودفاعيا بشكل جيد في حدود ان دي اول مباراة رسمية ليه الموسم ده. في اليمين كالعادة شيكابالا فاتح على الخط الاخر الملعب، فمش مدي اي مساحة لحسني للزيادة وعمل اي دور هجومي، وشيكابالا نفسه ما عملش اي دور هجومي فعال في الشوط الاول. لئيم كان محوش كل اللي مصروفه للشوط الثاني. ملخص الشوط الاول: الزمالك عمل هجمه واحده سريعه، ومحمد ابراهيم عمل باصه واحده صريحه سهله من غير تجويد، وستانلي ساب الوينج ودخل جوه. كل الحاجات اللطيفه دي اتجمعت في مشهد واحد عشان الزمالك يتقدم بجون لستانلي. غير كده الزمالك مستحوذ في الغالب، والداخليه اخطر نسبيا. ده ليه؟ لان الزمالك عنده كارثه في التسليم والتسلم، ما ينفعش تحصل مع فريق كبير، واتبروزت الكارثه دي في ابهى صوره في جون التعادل للداخليه. هجمه واحده للزمالك بتتقطع نتيجه للفلسفه، استلام غلط في نص الملعب نتج عنه قطع للكوره، وهجمه مرتده بترقيصه بجون. ترقيصه ما ينفعش تتعمل مع مدافع دولي، تندرج تحت بند العيب. الشوط الثاني الناس الكلاسيكيه الرومانسيه القديمه طبعا توقعت الزمالك هينزل يخلص على الداخليه بدري، لكن مفيش حاجه اتغيرت في الاداء. تسليم وتسلم كارثي مصحوب بكميه تاريخيه من الميس باس وفقدان للسكند بول والفيرست بول كمان لو امكن. وفجاه وبدون سابق انذار وفي تنظيم دفاعي ولا اسوأ من الزمالك، 6 مدافعين جوه ال 18، والكره بتتصلح بره ال 18 في الخلا عشان يدخل احمد سمير براحته ويشوط براحته، وجون تاني للداخليه. الجون ده عيب قوي جدا خالص، ولما لعيبه الزمالك هتتفرج عليه هيزعلوا من نفسهم قوي. وبرضه فجأة وبدون سابق انذار وعلى غير المتوقع من الزمالك في المواقف اللي زي دي، بيجيب التعادل من كورنر وبراس علي جبر. خلاص الزمالك اتعادل هيكسب اهو، لكن فجأة تاني وبدون سابق انذار تاني، اسامه ابراهيم اللي لسه نازل طازه مكان حسني بيلبس بلانتي ملوش اي معنى ولا محل من الاعراب، لكن هو ده الزمالك اللي بيشجعوه من زمان، مفيش حاجه بتفاجئهم، متعودين على السيناريوهات الهندي دي من زمان. الغريب ان اسامه ابراهيم نزل جاب بلانتي للداخليه واتصاب وخرج تاني على طول ولا اي اندهاشه، وتحولت المباراه لعصبيه وسرعه وتسرع من لعيبه الزمالك، وواضح ان الماتش هيخلص كده. وبيعمل اناسيو تغييرين بنزول ريكو مكان اسامه ورفعت مكان دونجا كنوع من انواع الفلفصه ومحاوله انقاذ ما يمكن انقاذه. ووسط ما الماتش رايح للداخليه فجاه تالت وبدون سابق انذار تالت ومن ركنيه تاني ريكو بيجيب التعادل. ايه ده؟ الزمالك بيتعادل في الدقايق الاخيره وبيجيب جونين من ركنيات زي بخليق ربنا يعني، منهم واحد لعلي جبر بالدماغ، امنت بالله. وفجأة رابع وبدون سابق انذار لرابع مرة شيكابالا بيعمل الاسيست الثالث لاحمد رفعت عشان يجيب الرابع في الدقيقة 90. في الدقيقة 90 الجديدة دي. ولا تسأل عن فرحة شيكابالا ورفعت وباقي اللعيبة اللي اكتشفوا فجأة ان الريمونتادا في الوقت الضايع ممكن تتصرف لهم زيهم زي غيرهم، بس هم يقرروا. ماتش النهارده كله جديد في جديد. الروح اللي شفناها في اخر ربع ساعة ده جديد. محمد مجدي مش مصاب وبيلعب، ده جديد. جونين من ضربات ركنيه، ده جديد. 2 بدلاء بيجيبوا جونين، ده جديد. تقلب النتيجه في اخر 5 دقايق والجون الثاني في الدقيقه 90، دي جديده لانج. يا ريت من باب التجديد برضو الزمالك يكسب ماتشين ورا بعض من غير فصول بارده مع اتحاد العاصمه، وربنا ينفخ في صورتك يا عم الحاج.